السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاعي بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه تقليديه بنينه وغنيه بزاف اللي هي طمينه القمح ولا الروينه، وكانت بطلب من احدى المشاركات تاعي. حضرتها بطريقه سهله يعني. قبل ما نبداو نتمنى انكم تشاركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس باش يوصلكم جديد قناتي. الان شوفوا واش حضرت، واش درت في الروينه تاعي انا. العدس، القمح، الفول، الحميصه والجلجنان. حمصتهم بالداله، حمص الحميصه بعد الفول وبعد الجلجنان عفوا هو الاخر. زدت حمست القمح. كاين اللي يحمسوهم على خطره، بصح انا فضلت نحمسهم واحد بعد الاخر. الان هاوليك بعد ما رحيتهم شوفوا كيفاش خرج لي. انا درت كميه كبيره وانتم ديروا كيما تحبوا. ما كاش يعني مقدار معين تاع حميصه، ولا ديري الحميصه قد ما تحبي والفول قد ما تحبي والفول قد ما تحبي، يعني واش كاين عندك. ما تقوليش وتخرج لك هايله ومليحه. بالنسبه للرحيوه، على بالي بلي رايحين تسقسوني كيفاش رحيتها. انا رحيتها بالرحيوه تاع القهوه، وانتم تقدروا تدوها الرحاي تاع القهوه يرحيها لكم، ما كاش مشكل. يعني سورتو كي تكون عندكم كونتيتي كبيره. الان شوفوا انا درت خليط بين هذا سمن، خديت مغرفه سمن كبيره ودرت خليط بين الزبده والسمن. فوالا دوك ندوب الزبده تاعي والسمن تاعي ونضيف لهم من بعد العسل، نفس المقدار تاع العسل هو تاع الزبده والسمن. اللي حبت دير زبده وحدها، اللي حبت دير سمن وحدها، انا حبيت ندير هكا، فضلت ندير شويه زبده وشويه سمن على خاطر فيه السمن فيه ليدام اكثر من الزبده، وحنا نحبو هكذايا دائما نحبو نص نص. انا درت كميه قليله باش نوري لكم، برك نتوما ديروا الكميه اللي حبيتو. اللي حبت دير بول كبير تاع الزبده دير، اللي حبت دير كيما حبيتو تاع العسل، حسب الحاجه، حسب افراد العائله، يعني حسب الضيوف ايضا. الان الفوائد تاع الروينه خياتي كبيره وعديده جدا. مليحه للحليب تاع النفسه، مليحه لكل حاجه يعني. مغذيه جدا. نديروها في كل المناسبات، مم ضيوف. انا عييت نديرها، يجوني ضياف ما عندي حتى حاجه ندير روينه نورمال مليحه ومزينه بالكوكب اللي كان عندي. بنينه روينه وصحيه جدا. بيان سور كيما العدس فيه فايدة، القمح فيه فايدة، الجلجلان كاع فيها صحية جدا، كاع واش فيها المكونات تاعها صحية. وبالنسبة ايضا كي نجو نطيبوها ايضا كاين اللي يديروها بعسل الحر، كاين اللي يديروها تاني بالسمن تاع البقرة. يعني كل واحد هو عنده يعني فوائد تاعها، تقدر تطلع يعني نسبة عالية من الفوائد فيها. هاي ليك بعد ما دوبتها شوفوا وخلطت الاخر تاعي. وبالنسبه للمقدار تاع الروينه، عينك هي ميزانك. بيان سور كي تفرغي في الكاسرونه ما ديريهاش ثقيله، خاطر كيبس لك ناشفه ماشي مليحه كيما الطمينه. وكاين حقا حبيت نقول لكم معلومه، كاين اللي يضيفوا لها شويه دقيق حرش كي تكملوا كاع باش تجي خليط بين الروينه والطمينه، ايضا تجي بنينه بزاف. شوفوا لي راني نحرك فيها وعيني هي ميزان. بالنسبه للنفسه ايضا دير لها الحليب بزاف، غير تاكلها صدرها يولي يسيل بالحليب. وهذه فوائد كامل للبيبي مليحه. احنا في العائله تاعنا للان النفسه نعطوها لها سبيسيالمون، غير تجي من السبيطار نعطو لها روينه، ولازم نديروا لها فيها عسل الحر ولا زبده. كاين خطرات احنا عندنا في البلاد الماعز نديروا الزبده تاع الماعز، يجينا من البلاد يبعثوها لنا الزبده تاع الماعز، السمن عفوا تاع الماعز نديروه بها. واش نقول لكم، واحد البنه كما كنت نقول لكم انه الطمينه نديروها للضياف، اما الروينه هي سبيسيالمون للنفسه، يعني ماشي ما نعطوش للضياف بصح سبيسيالمون للنفسه، لانها فوائدها عديده ما تقدروش تصوروا شحال مليحه الروينه. ودركا راني درتها فوق النار حتى تبدا تغلي. كي شغل ديال الفقاعات هادوك معناتها تزيد الطيب، هي كلش فيها طيب يعني. والروينه واش نقول لكم،
مفيدة جدا خاصة بعد الولادة. الناسا تقوي لها الجسم تاعها وتعاونها بزاف على تعويض نقص الحديد. كما تعرفوا النفسة ينقصها بزاف الحديد بعد الولادة، وتعاون على الرضاعة. هذه هي الروينة تاعي. هذه هي الروينة كما راكم تشوفوا، ذهبية اللون تاعها، هو يعني يشهي. ودوك نفرغها في الطبسي. شوفوا اللون داك، شوفوا لي هذاك اللون. فوالا لازم تجيب هاد لا كونسيستونس، يعني خفيفة. بالك ديروها يابسة، ديروها خفيفة خاطر ابخي تنشف. وزينوها واش كاين عندكم. انا اليوم عندي غير شويه فول سوداني كاوكاو، وما قلت لكمش كنت ضفت لها شويه فول سوداني داخل هذا الطبسي. فوالا درتو لها رقيق بزاف، واني الان نزينها بهذه الطريقه. زينوا كيما تحبوا. انا بالطبيعه جو سوي سامبل، ندير تزيين ساهل ماهل هكذا. وخلاص زدت لها شويه جنجلان. هاي الكروينه تاعي، شوف شحال جات شابه. نزيد لها شويه جنجلان من الفوق. اما بالنسبه للطياب بالكوا تحرقوها، غير تغلي وحركوا مليح مليح وحطوها هكذا كيما راكم تشوفوا. ونقول لكم الروينه مليحه ومفيده جدا. هي غذاء، ليس فقط غذاء، بل هي غذاء ودواء هكذا. وقولوا لي في كومونتير حبيباتي ولا عجبتكم الوصفه. ونزيد نقول لكم ايضا تفكرت اللي انا درتها ب5 مكونات زائد الكاوكاو 6 اللي قلت لكم درتو لداخل. انتم عندكم 3 مكونات ديروها تخرج 4، ديروها 3، ديروها مكونين ايضا ديروها، تقدر تجيكم بالقمح والعدس، تجي ايضا بنينه. وهذه هي. لحقنا الى نهايه الفيديو. الى اللقاء. نتمنى انكم تتابعوني وتتفاعلوا مع الفيديو.